السلام عليكم احلى بشر في الدنيا، عاملين ايه النهارده؟ منورين القناه، مشرفينا دايما. معاكم احمد رغاي. عشان تعرفوا بس ان انا بقرا كل الكومنتات، الكومنتات كلها طالبه قصص. نخش في القصه على طول. عايزك بس تصلي على النبي، نبدا القصه. يلا بينا. خلصت امتحاناتي وكنت بدور على شغل. كنت قاعد طبعا بسبب الامتحانات فتره كبيره من غير شغل. دورت في اكتر من مكان لحد ما لقيت شغل في شركه امن. قعدت في انترفيو مع واحده، بدات تتكلم معايا وتسالني الاسئله الطبيعيه بتاعه الانترفيو، ولكن سالتني سؤال انا كنت مستغربه في البدايه، وهي: عندك مانع ان انت مواعيدك تبقى بالليل؟ طبعا انا ساعتها جاوبت لا، ما عنديش اي مشكله، اصل انا بصراحه كنت محتاج الشغل. قالت لي خلال يومين ان شاء الله حد هيكلمك وهنرد عليك. بالفعل بعد يومين كان حد اتصل بيا، قالت لي تقدر تيجي الشركه عشان نخلص بقيه الاجراءات والورق والكلام ده كله. وديت الورق بتاعي، وطبعا هي فهمتني انا هشتغل فين. قالت لي انت هتشتغل في استاد من الاستادات المشهوره، وطبعا مكان الاستاد ده يعتبر انا هبقى فيه مغترب، يعني هضطر اسافر وهفضل هناك. شرحت لي طبعا ان انا هقعد كام يوم موجود يعني هناك وكده، وهرجع هنا اجازات، والمرتب بصراحه كان كويس، فعشان كده وافقت. ادتني رقم، قالت لي ده مشرف الامن اللي هناك اللي هيبقى يعني يعتبر زي المدير بتاعك، وادتني ورقه مكتوب فيها اسمه وفيها رقمه، وان انا اروح استلم منه الزي بتاعي. ورحت عشان استلم اليونيفورم بتاعي. كلمت الرقم ده، لقيته عم اشرف، وهو مشرف الامن اللي بقاله سنين في الاستاد. كلمت عم اشرف ورتبنا ان انا خلاص هسافر له. صحيح انا دخلت في الموضوع ونسيت اعرفكم بنفسي. انا خالد عبيد، طالب باحدى الجامعات المصريه الحكوميه طبعا، عندي 22 سنه. اما كلمت عم اشرف قال لي نفس الكلام اللي قالته لي الست بتاعه الاتش ار، لان هو قال لي انت هتشتغل من الحد للخميس معانا، وهيكون معانا واحد تاني، وانا هكون معاك مشرف الامن في الورديه، وعايزك تجي لي بكره. طبعا انا جهزت شنطتي وسافرت. وصلت كان في ماتش مهم جدا. بطبعي طبعا ان انا مش متابع للكوره، لكن فكره ان انا هبقى موجود في استاد واشوف اللعيبه بحس كده في حماس في الموضوع. ما كانوش راضيين يدخلوني من البوابه، ولكن عم اشرف كلموا مع اللاسلكي وقال لهم ان انا ما هخش وان انا فرد الامن، وبالفعل دخلوني. خلى حد يجي معايا يعرفني الاوضه بتاعتي هتكون فين، وكلمني كمان قال لي انت بعد الماتش ده ان شاء الله ممكن الورديه بتاعتك تبدا، فعايزك تنام كويس. بصراحه كنت جاي تعبان، فقلت اما انام، ونمت. صحيت من النوم كانت الدنيا هاديه خالص، على عكس ما وصلت. طبعا فتحت الباب وخرجت. الموضوع كان يخوف شويه. الاستاد كان فاضي مش زي ما وصلت، يعني انا لما وصلت ولا كان في صدى صوت ولا كان في حاجه تخوف، ولكن دلوقتي الموضوع بقى يخوف اكتر. تحس ان انت في مكان مهجور، مكان طول ما انت ماشي الصدى الصوت بيتكرر من كل ناحيه، تحس المصادر غير معروفه، الممرات بتاعته طويله جدا، فاضيه وضلمه. على قد ما في كشافات صغيره غير الكشافات اللي بتنور الملعب نفسه عشان اللعيبه، بيبقى في كشافات كده صغيره تنور حاجات بسيطه للناس اللي موجوده او اللي هم بينظفوا وكده. الغريب ان كان في يعني زي ما تقول كده احساس ان في حد بيبص عليك دايما، تحس ان انت متراقب، بحس ان انا في حد ممكن يطلع يخضني في اي وقت. وكنت عايز يعني زي ما تقول اتمشى كده اكتشف الاستاد. كان شكله غريب وكان بصراحه يخوف. ومن العدم فجأة يظهر عم أشرف، راجل قصير أقرع، شنب واكل جزء كبير من وشه، وتحسه قديم، يعني تحس من الناس القديمة اللي بقالها كتير في الدنيا. وشه إلى حد ما كئيب شوية، وفي نوع من أنواع الطفيان، تحسه مطفي. بدأت أتكلم معاه، لقيته بيقول لي أنا عايزك بس تجمد قلبك عشان الموضوع هنا بيخوف شوية، وخاصة إن النور بيقطع كتير. بدأ يقول لي مسؤولياتي واللي المفروض اعمله، قال لي تقريبا ان الدور ده بتاعك، وشاور لي كده، يعني هو خدنا كده من ناحيه البوابات. المهم البوابه دي تخليك تبقى شايف الملعب وشايف المدرجات. شاور لي كده بايده وقال لي في واحد تاني بيبقى معاك الناحيه التانيه من الاستاد، بس انا طبعا ما شفتش حد. قال لي هو بس مش موجود دلوقتي ولكن هو هيجي. بدأنا نتمشى وقال لي تعالى معرفك على كل حتة، وبدأ يوريني الحمامات فين، بدأ يوريني الأوضة بتاعته. الأوضة بتاعته كانت بصراحة كويسة، كانت بتبص فيها شبابيك كتير بتبص على الاستاد، وفي نفس الوقت فيها أكتر من شاشة مصورة أكتر من جزء في الاستاد.
طلع من الدرج بتاعه اللاسلكي وقال لي اللاسلكي ده اللي هيكون معاك او الهاند زي ما احنا مسميينه، وخلي الهاند ده معاك عشان لو حبيت تبلغ في اي حاجه او تعوز اي حاجه مني ممكن تبلغني فيه. بس طبعا احنا ما بنتكلمش هنا عمال على بطال، في اوقات معينه بنتكلم هنا وهي بتكون وقت ان في نداء او في حاجه، يعني حاطين شويه مسؤوليات كده. نزلت بقى عند البوابه تاني، خلاص سبت عم اشرف وقال لي خلاص انت بالظبط قدامك نص ساعه وتستلم. قلت اما انزل كده في النص ساعه البس اليونيفورم بتاعي وارجع. نزلت وطلعت تاني، وقفت كده جنب البوابه، لقيت واحد جاي لي بيسلم عليا وبيقول لي انا عمر، انا اللي معاك هنا، ان شاء الله هكون معاك في الوقت اللي انت بتشتغل فيه، بس هي الفكره ان مفيش غير انا وانت هنا. طبعا انا ماشي تمام اوكي، انا وانت ازيك عامل ايه، وتعرفت عليه، خدت رقمه وقلت له خلاص تمام خلينا نبقى اصحاب ان شاء الله، عشان اكيد احنا مش هقضي الفتره دي كلها لوحدي. بعد شويه عمر سابني ومشي، فضلت واقف لوحدي بتفرج في كل حته، لان انا تقريبا كانت اول مره اخش استاد، زي ما قلت لكم انا مش مهتم بالكوره، لكن طول ما انا واقف بحس كده ان في يعني زي ما تقول سرسوب هوا كده جاي لي، انا مستغربه، فالف وابص الاقي السلم اللي اللعيبه بتطلع منه او بتعدي عليه وهي رايحه الغرف او رايحه الملعب. بس هو الفكره ان المكان دايما مظلم، حتى وانا واقف مع عمر قلت له هو النور هنا بيقطع كتير؟ قال لي لا، بس اغلب الوقت بيكون المكان ضلمه بسبب ان هو كبير والكشافات الكبيره بتتقفل وبتشتغل وقت الماتشات بس. ما ركزتش في كلامه، ولكن بدات احس كلامه وانا واقف، وانا ببص على الضلمه من كتر سرحاني فيها بدات احس ان كل حاجه حواليا بقت ضلمه، ما بقتش شايف اي حاجه خالص. فرجت كده في عيني بسرعه وفتحت تاني، لقيت لا كل حاجه رجعت. مش عارف، انا حسيت تقريبا الخوف ابتدى يسيطر عليا. قلت لا انا مش هينفع اسيب نفسي كده. طبعا انا تقريبا الوقت بتاعي كان بيبقى حوالي 12 ساعه، فبحس كده ان انا ممكن اموت نفسي. فكرت في كل حاجه، قلت لا انا هطلع تليفوني واشوف حد ممكن اتكلم معاه من اللي اعرفهم بحيث ارغي معاه اطول وقت. طلعت التليفون وبدات اتكلم. عايز اقول لكم الشبكه ما كانتش احسن حاجه، فقفلتني تقريبا من المكالمه. قفلت وحسيت كده ان انا محتاج اخش الحمام. كلمت عم اشرف وقلت له عم اشرف انا هخش الحمام، فاستاذنك يعني ان انا اسيب المكان اللي انا فيه واروح الحمام وهرجع تاني. قال لي ماشي بس حاول ما تتاخرش. اتجهت للحمام في الطرقه الطويله اللي انا بصراحه ما كنتش مرتاح خالص طول ما انا موجود في المكان، حاسس دايما ان في حد معايا، في حد ماشي ورايا، في خطوات او اكتر من صوت خطوات بسمعه، لان انت صوت خطواتك بيتكرر فبتعرفش يعني صدى الصوت ليه اكتر من مصدر. وصلت الحمام ودخلت، كان في اكتر من حمام فبدات استخدم واحد فيهم. وانا في اتجاهي للحمام النور ابتدى يرعش كده، يعني فصل وفتح مرتين ثلاثه. قلت لا العيب ده مش عندي، يعني خلاص المره دي مش انا، لحد ما النور قطع. طبعا اتصلت بعمر لان مفيش حد قدامي غيره هو عم اشرف، فاتصلت بعمر. عمر هو النور هنا بيقطع كتير؟ لقيته بيقول لي ده العادي هنا. قلت له طيب يعني انا المفروض ما اخافش ولا اعمل ايه؟ قال لي بص هو مفيش حد ما بيخافش، واللي انت خايف منه تستاهل تخاف منه. طب مش استغربت كلامه شويه، بس مش مشكله خلاص. دخلت الحمام ونورت، وانا في الحمام بدات اسمع صوت خطوات حد تاني موجوده، بس الفكره ان دي مش خطوات بني ادمين. بني ادمين بيبقى خطوتهم خطوتين، لكن دي حاجه بتمشي على 4 رجول، يعني ده يا اما كلب يا اما قطه يا اما بقى اي حاجه على 4 رجول، وانا بصراحه بخاف من الكلاب. فبدات كده بطلع يعني دماغي كده بالراحه اشوف ايه الموجود بالفلاش، ما لقيتش حاجه. دورت حتى في الحمامات اللي جنبي، الحمد لله ما كانش فيه اي حاجه. خلصت خرجت من الحمام، بدأت طبعا ارجع تاني. الموضوع مختلف في الضلمة غير عن النور، فانا ماشي بالفلاش اللي منور لي جزء بسيط من نظري، لان الموضوع هناك واسع جدا، فتحس كده ان انت لما النور قطع تحس المكان بقى ضيق جدا، لكن انت ماشي بالفلاش بتاعك فعادي. كملت ماشي لحد ما رجعت المكان بتاعي، وانا قاعد حاطط بقى الفلاش بتاعي في الحته بصراحه اللي انا خايف منها، في ممر كده انا كنت خايف منه فمنور الفلاش كده لعل وعسى لو حاجه جايه عليا الحق اشوفها. فيعني افكار كده غريبه. بدات اسمع صوت زي ما تكون صوت يعني حوافر كده على الارض. ببص بعيد لقيت في قطه ابتدت تظهر من العدم. الموضوع كان غريب
بس انا مش هاجري واصوت ويعني اعمل كده، خاصه في صدى صوت ومعايا عم اشرف وعمر يقولوا عليا ايه في اول يوم. فالموضوع يعني كان ما بين كرامتي وما بين الرعب. كنت خايف بس كرامتي كانت اهم يعني. سبت القطه كانت لونها ابيض، ما كانتش اصلا تخوف، شكلها قطه بيت. فبدات يعني كده ابسبس لها كده ان هي تقرب، وبالفعل قربت. يعني ايه، العب معاها، حسيت ان هي دي ممكن تكون الرفيق بتاعي يعني. بدات تتمسح فيا، حسيت او في رجلي يعني، وانا لما وطيت كده معاها زي ما تقول كانت جعانه. فقلت انا لازم اروح الاوضه اجيب لها اكل ليها، اي حاجه مهم يعني اكلها وثواب. ودخلت الاوضه عشان اجيب لها اكل. اول ما فتحت الباب بتاع اوضتي النور جه. انا قلت دي علامه اكيد يعني حاجه كويسه. دخلت الشنطه بتاعتي وجبت الاكل ليها. وانا واقف كده حسيت زي ما يكون في حد كده عدى جري من ورايا، في خيال كده انا لمحته جري. بصيت لفيت بسرعه يعني مفيش حاجه. في اللحظه دي باب الاوضه بتاعي خبط. قربت من الباب وانا خايف، فتحت الباب لقيته عم اشرف. عم اشرف كان باصص لي بصه عصبيه وبيقول لي في ايه، هو احنا كل شويه هنسيب المكان بتاعنا؟ بدات اشرح له الموقف واقول له والله يا عم اشرف كان في قاطعني وبدا يزعق وقال لي ده ما ينفعش، وانت اول يوم ليك ولازم تلتزم بالقوانين اللي احنا بنقول لك عليها لان انت فرد امن وبتاع. يعني بدا يشرح لي كده، بدات اشرح له الوضع اكتر. عم اشرف كان في قطه بس جعانه، فانا رحت اجيب لها اكل وراجع تاني. وبدات اعتذر لعم اشرف وقلت له والله يا عم اشرف الامر 1 2 3، يعني دي قطه بس. لقيته خلص كلامه وقال لي خالد هنا ولا في قطه ولا في كلب، انا مش عايزك تلتفت حواليك وتركز مع حاجه، انت جاي هنا تشتغل وبس. اي اوضه قلت لك ما تخشهاش ما تخشهاش، مع انك يعني عم اشرف انت ما قلتليش على اي اوضه، بس مش مشكله انا مش هخش اي اوضه. وسابني ومشي. رجعت مكاني بالاكل بتاع القطه ولكن ما لقيتهاش. حطيت الاكل جنبي على اساس ان هي اكيد هترجع. فضلت شويه واقف لحد ما بدأت في آخر الممر أشوف القطة ابتدت تظهر تاني من بعيد. مفيش دقيقة لقيت النور قطع تاني. الموضوع كان خلاص بدأت أتعود عليه وما بقيتش بقى خايف زي الأول. فتحت الفلاش بتاعي وبدأت أقرب لها، بس هي مش عايزة تقرب. فمسكت الأكل وبدأت يعني ايه اوريها كده، خلي بالك انا في ايدي اكل اهو، ورحت رميه قريب مني بحيث ان هي تقرب. الفكره ان هي ما كانتش عايزه تقرب، يعني انا حتى كنت مستغرب. المره الاولانيه اول ما شافتني جريت عليا وبدات تتمسح في رجلي، فاللي هو صعبت عليا اروح اجيب لك اكل. طب انا جبت لك الاكل انت مش جايه. حسيت في حاجه في الموضوع. هي قربت على الاكل وبدات تاكل، فانا من وقت للتاني بقيت يعني بالفلاش ابص لها كده وارجع ابص حواليا تاني. في مره من المرات وانا ببص عليها بدات الاقيها وهي بتاكل جسمها زي ما يكون عليه دم. انا استغربت يعني هو اللي عليها ده ايه. هي كانت بيضه، يعني هي كانت عامله زي قطط البيض كده بالظبط، فهي كانت بيضه فما فيهاش حاجه. بدات اقرب، مش عارف ايه اللي خلاني اقرب. وانا بقرب بالفلاش اكتر هي حست ان انا بقرب، فبصت لي. لما بصيت لي لقيت مكان عينيها فاضي، يعني كان حد شايل عينيها من مكانها. فانا فترعبت، قربت اكتر شويه وانا مستغرب ايه اللي بيخليني اقرب، لحد ما فجاه اتخضيت جدا من القطه والهبه اللي عملتها. بس الحمد لله هي ما لمستنيش. جريت بسرعه على عم اشرف، جريت على الاوضه بتاعته. من كتر رازع على الباب وهبدي فتح مخضوض. في ايه؟ قلت له الحق يا عم اشرف، في 1 2 3. وجرينا انا وهو من لهوجتي وسرعتي. هو جه معايا تقريبا من غير ما يسمعني او من غير ما اكمل كلامي. وصلنا لقيت الاكل اللي انا كنت جايبه للقطه، اللي القطه كانت عماله تاكل فيه بعيد كده شويه، لقيته زي ما هو وموجود جنبي، موجود مكان ما انا كنت سايبه اول مره. لقيت عم اشرف بيقول لي في ايه؟ فين اللي انت بتقول عليه؟ قلت له والله يا عم اشرف كان في هنا. لقيته قاطعني بكل عصبيه وقال لي هو انا مش هخلص منك؟ هو انت كل حاجه هتشوفها هتعمل عليها مشكله؟ لو انت مش قد الشغل ده ما تشتغلش. لو انت كل حاجه هتشوفها هتحكيها لحد او هتجري تعمل كل ده يبقى بلاها منها الشغلانه دي. يا ابني انا مش ناقصك، انا راجل كبير. بدأ يسمعني كلام بصراحة أنا كنت مستغرب أنا إزاي بسمعه. أنا كل اللي أنا شفته حقيقي والله. أنا مش بدعي أو مش مجنون أو مش عبيط، والخوف ما سيطرش عليا للدرجات.
طبعا عم اشرف بعد ما قال لي الكلمتين سابني ومشي. انا وقفت دماغي كانت هتتفرتك، ولكن خلاص اليوم عدى بسلام، ما كانش فيه اي حاجه جديده. وانا دخلت الحمام، خلصت وخلاص هروح انام. اول ما خرجت من الحمام واديته ظهري ومشيت قدام شويه، بدات اسمع خطوات، بس الخطوات دي كانت لبني ادم مش قطه او حاجه. لفيت وشي لقيت حاجه غريبه جدا، بنت صغيره معرفش دخلت ازاي الاستاد او جت منين، شايله قطه على ايديها وداخله بيها الحمام. هو انا يعني تقريبا شعر جسمي كله وقف، ولكن رنت في دماغي جمله عم اشرف اللي كان بيقول لي فيها اي حاجه تشوفها ما تركزش معاها. بس انا دلوقتي شايف بنت شايله قطه كانت بتلعب معايا وداخله بيها الحمام. انا ازاي ما ركزت في حاجه زي كده؟ فبصراحه رجعت عليها. وانا بقرب على الحمام بدات اسمع صوت عياط البنت، كانت بتعيط، وباب الحمام كان مقفول مع اني ما شفتهاش ولا حتى سمعت صوته وهو بيتقفل. فتحت باب الحمام ولقيت البنت في ركن كده في الحمام، والقطه قاعده على رجليها وهي عماله تمشي ايديها على جسمها. هو الموضوع كان غريب، حتى البنت شعرها كان مداري وشها. انا مش فاهم هي ازاي جت هنا اصلا. على قد ما انا خايف على قد ما انا حاسس ان في حاجه المفروض تحصل. القطه ساكته ومدياني ظهرها، وهي ايديها عماله تروح وتيجي على شعر القطه، وزي ما تكون ايد البنت بتنزل دم لوحدها، والقطه ابتدت الدم يجي على جسمها كتير. انا حتى مستغرب، هي مش دي القطه اللي كان عليها هو ده الدم؟ بنور على القطه، عينيها فاضيه زي اول مره شفتها فيها. بس اللي رعبني اكتر البنت هي كمان عينيها كانت فاضيه. اول ما شفت المنظر ده بصراحه ما استحملتش وجريت على الاوضه بتاعتي، دخلت تحت البطانيه زي العيال الصغيره. تليفوني كان معايا، اتصل بمين؟ عم اشرف هيقعد يزعق لي. انا هتصل بعمر. اتصلت بيه بسرعه. عمر، هو انت بتشوف حاجه غريبه هنا ولا انا بس اللي بشوف الكلام ده؟ قال لي بص، اي حاجه تشوفها هنا ما تركزش معاها. طبعا هو ده كان كلام عم اشرف. بدات اتعصب وقلت له هو انتوا بتحاولوا تخبوا عني ايه؟ قال لي ايه ده؟ لو عايز احكي لك اللي بيحصل هنا تعالى لي. سكت كده شويه وقلت له تمام انا جاي لك. كل عصبيه خرجت من السرير ووصلت المكان اللي عمر بيبقى فيه، وقفت ادور عليه ما لقيتوش، ولكن سمعت خطوات حد جاي عليا وكان عم اشرف. لقيت عم اشرف بيقرب عليا وبيقول لي هو انت وقت الشغل ما بتشتغلش، وقت النوم ما بتنامش، انت المفروض تكون في سريرك دلوقتي. قلت له تمام يا عم اشرف، انا هنام ما تقلقش، سيبني بس في حالي، انا جاي اقعد مع عمر شويه. لقيته بص لي وبيقول لي عمر مين؟ بس يا سيدي القصه دي لو عجبتك، انا ليه ما كملتهاش؟ مش سسبنس، انا عايز اعرف في كام حد مستني القصه. طب انا هعرف منين؟ هعرف من اللايكات والكومنتات تحت. لو عجبتك اعمل لايك وكومنت وقول لي الجزء التاني. كل ما كنت متحمس اكتر للحلقه التانيه كل ما هنزل انا اسرع، وهتحمس انا اكتر ان انا اشوف رد فعلكم على الحلقه التانيه. فالجزء التاني هنزله في اسرع وقت. اهم حاجه ادعمني واقف جنبي عشان اعرف اكمل وابقى اعمل لك اللي انت عايزه. كان معكم صديقكم المقرب الرغاي.